السلام عليكم، اش اخباركم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. الله يتقبل صيامكم، الله يجعله مغفره الذنوب ان شاء الله. نهاركم مبروك. في هذا الفيديو ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فيديو خصصته بقصه سيدنا موسى عليه السلام، وغنخليها اجزاء، كل نهار غنحط فيديو ان شاء الله. واليوم غنحكي لكم قصه سيدنا موسى اللي طرات ليه مع القوم ديالو ومع فرعون، والمعجزات اللي أيدوا بها الله، وكيفاش أنهم عاشوا من بعد ما هلك الله فرعون، وكيفاش تعاملوا بني إسرائيل مع المشاكل اللي طرت لهم من بعد. هادشي كامل ان شاء الله غنعاودو لكم في هاد الحلقات اللي غنخصصها هاد الاسبوع. وقبل ذلك صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو على بركه الله. هو موسى ابن عمران ابن قهات ابن عزير ابن لوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، نبي من أنبياء الله، وهو كلم الله. وقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور اليمني وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخوه هارون نبيا. هذه الآية مقصود فيها موسى عليه السلام. وهنا غنبداو قصة قبل ما يتزاد موسى عليه السلام. كان هناك العداوة بين بني إسرائيل والقبط. القبط اللي هما المصريين، سكان الأصليين في مصر هما المصريون. من بعد جاو الفراعنة حكموهم. أما بنو إسرائيل فهم أبناء يعقوب عليه السلام، كانوا جاو من فلسطين إلى مصر عند خوهم يوسف عليه السلام، ولاو عزيزين في مصر بفضل أخوهم يوسف. ولكن القبطيون كانوا كيكرهوهم وكيغاروا منهم، ولات بيناتهم حروب وعداوة. وفي النهاية انتصروا القبطيون، وبعد أجيال وأجيال وأجيال حكمهم الفراعنة، ولاو كيدلوا بني إسرائيل وكيقتلوهم وكيعذبوهم وكيجعلوهم عبيد. حتى جاء فرعون شديد القوة والقسوة، اللي سماه القرآن باسمه فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفون طائفة منهم يذبحون أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. في واحد الليلة شاف فرعون واحد الحلمة خلعاتو. شاف في المنامة ديالو نار كتخرج من بيت المقدس جات لمصر. ملي وصلت ديك النار لمصر حرقت جميع الفراعنه والقبطيون، ولكن ديك النار ما قاستش بنو اسرائيل. هنا خاف وتعجب ومشى عند الكهنه. ملي مشى عند الكهنه حكى لهم هاد الرؤيه اللي خلعات فرعون، اللي كان كيدعي وكيقول الناس انا ربكم الاعلى. ولكن هاد الحلم خوفو. هنا ملي حكى الحلم ديالو الكهنه اتفقوا كلهم على تفسير واحد، انه غيتولد غلام من بني اسرائيل غيكون سبب في هلاك فرعون والحكم تاعو. وهنا خمم فرعون وسولهم شنو هو الحل، واش هاد الولد تزاد ولا مازال؟ قالوا ليه مازال ما تزاد. هنا قرر انه يذبح جميع الاولاد اللي كيتزادوا، ولا كيتبع دائما الاولاد كيتبعهم كل عام كيتبعهم. هنا جاو الوزراء تاع فرعون قالوا ليه الا كتبح الاولاد شكون اللي غيولي العبيد عندنا ويوليو كيخدم عندنا؟ هنا قرر فرعون انه عام يذبحهم وعام ما يذبحهمش. وفي العام اللي عفى فيه فرعون انه الاولاد ما يذبحوش تزاد هارون اخ موسى. وفي العام اللي فرعون غيقتل فيه الولاد تماك، في ذاك العام كانت موسى حامله به وكانت خايفه على الولد اللي في بطنها. ملي ولدات وعرفت ولد خافت، وهنا جاء الوحي من عند الله. قال ليها صنعي صندوق وحطي فيه داك الطفل. صنعت صندوق وحطات فيه داك الطفل، وداك الوحي قال ليها ارميه في النهر وما تخافيش.
وداك النهر اللي معروف في مصر هو نهر النيل. الام واخا داك الخوف اللي في قلبها قال لها الوحي ارميه في النهر وربي غادي يرجعوا لك. الام تاع موسى كما كيقولوا والله اعلم مازال متمسكه بدين ابراهيم عليه السلام. رمات موسى الوحي وامنت بالله انه غيرجع لها. ومشى موسى في داك الصندوق الخشبي، داه النهر، داه الباب القصر تاع فرعون. هنا شافوه الخدامه، جابوه لمرات فرعون اللي معروف باسم اسيا، جابوه ليها قالوا ليه لقينا ولد حدا باب القصر. جابوا النهر وما معروفش الاهل ديالو. هنا خدته اسيا وداتو لفرعون. ملي شافوه بغى يقتلو، قالت ليه ما تقتلوش، خليه يكون قرة العين ديالي وديالك وينفعنا ملي يكبر. تلفت ليها فرعون وقال لها خليه غير قرة عينك انتيا، اما انا ما عندي ما ندير به، وخلاه ليها. وما عارفش فرعون بان هذا الولد اللي في القصر ديالو هو السبب اللي كيقتل اللي خلى جميع بني اسرائيل يقتلهم. هكا موسى عاش في القصر تاع فرعون، ولكن وهو ما بغاش خصو الحليب، ما بغاش يرضع. اي مرضعه جات ما كيبغيش يرضع منها، لان موسى عليه السلام قبل ما ترميه كانت رضعاتو تشبع وحطاتو في النهر. وملي كانوا كيجيو المرضعات للقصر يرضعوه ما كيبغيش. هنا كانت اخت موسى عليه السلام كانت تيجي تبعه، جات عندهم قالت لهم كاينه واحد المراه محبوبه واي واحد مشى عندها كيقبلها، يعني كيقبل يرضع منها. عيطوا على الام موسى وجات عنده القصر ورضعاتو، وهكا ولا موسى رجع لبين يدين امه. وهنا كانت البدايه تاع موسى في قصر فرعون. هكا موسى عاش في القصر. واحد النهار جا فرعون باغي يلعب معاه غير هزدو موسى انتفو من اللحيه ديالو وشاف فيه بنظرات قاسيه. هنا فرعون تخلع وقال ليه غنقتلو، هذا عاقل عنده العقل، هاد الدري ماشي صغير. جات هنا اسيا قالت ليه الدري غير صغير ما عارف والو، بطبيعه الحال غينتفك. قال ليها لا هذا عاقل. هنا كانت اسيا ذكيه، قالت ليه نديروا ليه التجربه، غنحطوا ليه الجمر ونحطوا له التمر، الا خدا التمر راه الدري عاقل قتلو، والا خدا الجمر هو غير دري ما عندك ما دير ليه. وهنا سبحانه وتعالى خدا موسى عليه السلام دار يدو في الجمر ورماها في فمه، وهنا عفى عليه فرعون. والسبب ديك الجمره اللي رمى في فمه كانت سبب انه يكون يتعلتم في الهضره، يعني حرقت له لسانه. هكا عاش موسى في القصر فرعون والعائله ديالو كيشوفوهم وكيزوروه ومربي معهم. هكا كانت طفولة فرعون في القصر، تولى شاب ومعروف محبوب بين القبطيين وبني إسرائيل. كبر موسى ولا شاب، وفي واحد النهار كان خارج يتمشى في برا، ما كان فيه حتى واحد. لقى جوج كيتضاربوا، واحد من بني إسرائيل واحد من جنود فرعون القبطيين كيتقاتلوا. كيغوت داك اللي من بني إسرائيل يا موسى عاوني. اجرى سيدنا موسى باش يفكهم، حيت سيدنا موسى كانت عنده واحد القوه سبحان الله، قوه تاع 10 رجال. مشى سيدنا موسى باش يفكهم ما يتقاتلوش، فكهم هكا دفع هذاك اللي من جنود فرعون، غير دفعوا داك السيد طاح مات. موسى تخلع وخاف وهرب، مشى تخبى. هو هذاك حتى واحد مسك الخبر، كان كيتسنى واش يعرفوا. لقاو راجل من جنود فرعون مات. هذه اول مره طرا، شكون قتلو ما عرفوش. خرج لغد ليه تا واحد ما عرف شكون اللي قتل داك الراجل. لغد ليه لقى عاوتاني نفس الراجل كيتقاتل مع واحد من جنود فرعون. هنا شافوا سيدنا موسى وقال ليه انت اللي فيك لفوت، انت ديما اللي كتجبد الصداع. غير مشى باش يفكهم، كان باغي يدفع هذاك الراجل من بني اسرائيل، حيت هو اللي فيه المشكل، هو اللي ديما كيدابز. هنا صرخ داك الراجل وقال له هذا ما تفكنيش، بغيتي تقتلني كيما قتلتي الراجل البارح.
وهنا انتشر الخبر بأن موسى هو اللي قتل داك الراجل. ووصل الخبر فرعون والوزراء والجنود ديالو اللي في القصر. هنا اتفقوا قالوا موسى غنقتلوه، قتلوا واحد منا يعني خصنا نقتلوه. وكان واحد خدام في القصر سمع الخبر، وهنا جا باش يوصل الخبر لموسى، حيت موسى عليه السلام تربى في القصر واللي في القصر كاملين كيعرفوه وكيبغيوه. وصل ليه الخبر قال ليه هرب، راه هما متفقين باش يقتلوك. وهنا هرب سيدنا موسى، هرب مشى لواحد البلاصه سميتها مدين. ونهايه القصه ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. تبعوا معايا ونكونوا في الموعد. السلام عليكم.